ده بقى الحمام الصغير. اكيد بقى لما تعبتوا في الحمام الكبير جيتوا تروحوا هنا في الحمام الصغير. لا، لما يجي لهم ضيوف يباركوا لهم بعد الفرح ويبتدوا يفرجوهم على الشقه اوضه اوضه، 90% من الوقت الضيوف ما بيبقوش بجد مهتمين بالسيراميك اللي ماشي مع السقف ولا الاضاءه اللي ورا السرير، وبيبقوا حتى لو مش عاجبهم بتلاقيهم بيجاملوا طبعا يا حبيبتي جميل جدا كده. السلام عليكم. اتكلمنا في اول حلقه ان كليشيهات مش شرط تبقى في الافلام بس، الكليشيهات ممكن تبقى في حياتنا، الكليشيهات اللي في حياتنا مش كلها كليشيهات سلبيه، في كليشيهات بتبقى ايجابيه عادي، حاجات جايه من عادات وتقاليد، حاجات جايه من ملي فراغ اتعودنا نقولها ومش عارفين بنقولها ليه. اما تيجي انت تقول لي ازيك اقول لك كويسه الحمد لله، انا مش كويسه خالص انا ممتازه، ده الكليشيه، ده الرد اللي اتعودنا عليه عشان نملى الفراغ. بس انا حاسه ان انا اتكلمت كتير عن كليشيهات الافلام وعايزه اتكلم شويه عن كليشيهات في حياتنا، وهبدا بحاجه مناسبه جدا لفتره التخصيب النشطه اللي احنا فيها. لما تلمس القلب الموجود على الخدادية هيقولك كليشيهات العرسان الجداد قبل الجواز وفي الفرح وبعد الجواز، كمية كليشيهات في الموضوع ده مش طبيعية، وانا مش جايه اتكلم عن الحاجات اللي هي اتهرست. يا حسن هتوديني ظهرك ليه؟ معلش حضرتك ما تعرفيش الغدر ممكن يجيلك في انهي لحظه. بس في عادات معينة بنعملها وبنستلمها من بعض ومش مفهوم بنستلمها ليه. عندي كمية أسئلة وأفكار عن الموضوع ده مش عارفة أوصلها لكم إزاي، لدرجة إن أنا فكرت أتجوز عشان أوصل لكم الفكرة. فمعظم الحاجات الغريبة بالنسبة لي اللي العرسان الجداد بيعملوها مش عادات وتقاليد. لما يجي لهم ضيوف يباركوا لهم بعد الفرح ويبتدوا يفرجوهم على الشقه اوضه اوضه، حتى الحمام بيبقى فيه تفاصيل مهمه محتاجين نقولها للضيوف اللي جايين يزورونا وعايزين يدونا التورته ويروحوا عادي. شرفتونا يا اهلا وسهلا. الف مبروك الف مبروك. تشربوا ايه؟ لا نشرب ايه، احنا يا دوبك نتفرج على الشقه. اوبا. الكرانيش دي قعدنا بندور عليها 3 شهور، 3 شهور على ما لقيناها. علشان شبه الوحمه اللي في الفشة. شبه ايه؟ تستاهل تحفه. دي بقى ده بيت نور، فيها نور ليد يعني ده ولا ايه؟ لا بص كده. يا لهوي. ده بقى الحمام كبير احنا تعبنا فيه قوي قوي. قوي. ده بقى الحمام الصغير. اكيد بقى لما تعبتوا في الحمام الكبير جيتوا تروحوا هنا في الحمام الصغير. لا، مش احنا اللي بنتعب، الكهربائي هو اللي تعب. شايفين الاضاءه اللي تحت السفن دي؟ وريها لهم. يا لهوي. السجاده دي ديزاين مخصوص ايراني جايبها من المحل. دي بقى عشان تليق مع محمد المدام برضو صح؟ اكيد لا طبعا، دي عشان تليق مع ديزاين الشجره اللي قال لي بحبك تحتها لاول مره. انا بس محتاجه اروح الحمام الصغير بعد اذنكم. تحفه السكه. دي بقى اوضه البيبي. بتاعت ولي العهد. لا احنا مش ناويين نخلف. 90% من الوقت الضيوف ما بيبقوش بجد مهتمين بالسيراميك اللي ماشي مع السقف ولا الاضاءه اللي ورا السرير، وبيبقوا حتى لو مش عاجبهم بتلاقيهم بيجاملوا طبعا يا حبيبتي جميل جدا كده. الزيارات اللي بعد الفرح دي يعني عامه ليها طقوس معينه كتير، يعني زي الفيديو اللي احنا كنا فيه. يعني احنا كنا في الفيديو كان في اتفاق بينا تديني ايفونها وتسيبوا طول يومها، فلازم تفتحوا الفيديو تفرجونا عليه وتفتحوا الصور تفرجونا، مع انه عملنا لها بوست. اصبري بس اديني فرصه. ليه يا مي ليه طلعاني كده؟ ولازم نقول الله ايه ده العروسه كانت قمر، كانت فعل ماضي. العريس كويس قوي انه حضر، يعني هو تمام قوي ان هو جه لابس بدله على مقاسه، لو واسع شويه تمام برضو، لو جيب شورت هنضحك عليه شويه وخلاص، لو رقص رقصه غريبه هنقول ايه عريس دمه خفيف وهننسى ونرجع تاني العروس. محدش بقى بيهتم خالص باي مجهود بذله للعريس، فوطه سخنه فوطه ساقعه البدله بكام، محدش عايز يعرف اي حاجه عن العريس. وبما اننا بنتكلم على العريس فحابه اعرف ليه المشاكل في الفرح كلها بتبقى جايه دايما من اهل العريس، مع ان هم ممكن يكون عندهم بنت، العريس عنده اخت بنت في فرحها ما بيعملوش مشاكل. مودي فرحة عمري
ابني الغالي احلى عريس. وكان ملحوظ الحمد لله يعني في اخر 15 سنين بطلنا بقى نشرب بعض شربات بقى وندلق على بعض والحاجات دي، وفقره التورته الكبيره قوي ناكل بعض بالشوكه ونحاول يبقى في بوسه سريعه كده، بس العروسه بتتكسف طبعا. نفس المشهد هو بيتكرر في كل الافراح. بس حلت مكانها كليشيهات تانية زي كليشيه الفيرست لوك. ده ايه ده فيه؟ ممكن يبقى كيوت في بعض الاحيان، بس العريس عليه ضغط مش طبيعي يا جدعان، ما حد برضو يفكر فيه. يعني هو ممكن العريس يكون بيحب العروسه جدا ويكون شايفها قمر وكل حاجه، بس هو ممكن يكون متوقع ان هي تبقى اموره وهيبقى ده شكلها وده فستانها، وهيبقى مش منبهر لما بيشوفها في الفيرست لوك. هل المفروض هنا يفيك بقى الانبهار ولا يعمل ايه؟ يمثل انه منبهر ولا ما يديش رياكشن؟ ولا ما اداش رياكشن استهدى بالله كده وانبهر عشان ليلتك تعدي على خير. كليشيه البروبوز، لا 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 لا. اتكلم مع ابوها واهلها كلهم وزايرهم 3 مرات واكل عندهم ملوخيه وفراخ، عارفين اصلا غالبا محددين ميعاد احتفال الخطوبه والفرح كمان امتى، وابتدوا يدفعوا مقدم الشقه وكده. انا مش شايفه اي مبرر بروبوزل بالبلالين باللقطه دي كلها، مش شايف يعني لا مش شايفه لها اي مبرر unless it's really a surprise. وليتفنن ويبتكر في طريقه البروبوزل. كل حاجه يلا يا جدعان عشان نمشي. تتجوزين؟ الفرح المفروض يبقى احتفال حقيقي جنون، 2 بيحبوا بعض وقرروا يكملوا حياتهم سوا، فبيعزموا الناس المهمين بالنسبه لهم عشان يشاركوهم الفرحه دي بطريقتهم. بس احنا حطينا لايرز كتير قوي على موضوع الفرح وموضوع العادات اللي بعد الجواز. اصلها لو دورنا فيها هنلاقي كلها مش بتاعتنا. مش هتكلم في كلتشر وكده، الكلتشر طبعا احنا واخدين من الحضاره الفرعونيه، واخدين من ازاي كانوا بيحتفلوا، واخدين من العصر العثماني. مفاجأة بقى فاجئكم، الموضوع الريسبشن الكبير قوي ده اللي هو كل ما كبرت القاعة وكبر المعازيم ولابسين فساتين معينة، ده واخدينه حضرتك من الاحتلال البريطاني. جاب لنا الحياة الارستقراطية دي، قاعة كبيرة وكل ما القاعة تكبر معنى كده ان انت مستواك الاجتماعي اعلى واحسن. في تحدي كده ما بين العروسه والعريس والدي جي، ما حدش بيتكلم ان هو تحدي. احنا مدينك بلاي ليست طويله 3 ساعات بيشتغلوا عليها طول ال6 شهور بتوع الصيف والشتاء اللي قبل الفرح. نبتدي بقى ايه، يشغل اغنيه بره البلاي ليست، فتلاقي العروسه ولا العريس بيغمزوا له بيبصوا له كده الفرست دان. فدي جي يعملوا الاغنيه دي بس بصوا الناس مبسوطه. من الكليشيهات برضو اللي بتبقى بعد الجواز بيبقى فيه طقم بشاكير او فوط كده معين طراز، محدش بيلمسه محدش بيستخدمه. ده ايه الفرق ما بينه وما بين النيش؟ مش عارفه. ما هو النيش كان كلنا هجمنا على فكره النيش فجاه وقلنا مش هنعملها في بيوتنا. اغلبيه الناس اللي بتتجوز جديد ما بتعملش نيش. كليشيه الحاجات اللي بتحصل في الافراح كوم، وكليشيه الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا من الافراح كوم تاني. الالجوريزم مش راحم حد. في نهايه الحلقه احب اقول ان العروسه كانت قمر طبعا كده، بس خلوا الفرح مناسبه لطيفه خفيفه عليكم وعلى الناس اللي حواليكم. انبسطوا، مش لازم تحتاجوا علاج نفسي بعد تحضيرات الفرح. وزيارات بعد الجواز يا ريت برضه نخف اسئله على سعر السخان وسعر البوتاجاز والحاجات دي. واشوفكم الحلقه الجايه.